السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض لانشون اقتصادي نعمله بالزيتون. عندنا 4 بيضات، 4 مثلثات جبنة، 2 مكعب مرقة، معلقة توم بودرة ومعلقة بصل بودرة ونص معلقة جنزبيل، معلقتين كبار نشا، دقيق على حسب العجينة بتاعتنا، على حسب قوام العجينة. دول 4 معالق كبار، رشة ملح، ربع كوباية من الزيت، وده الزيتون اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في موسم الزيتون. هنضيف منه ان شاء الله للانشون. هو استوى معانا. ننزل بقى بكل المكونات بتاعتنا دي في الخلاط. ننزل البيض، التوابل، رشة ملح صغيرة لان عندنا مرقة الدجاج فيها ملح، ربع كوباية من الزيت، ونضرب المكونات دي مع بعض. واخر حاجة هنضيفها الدقيق والنشا. معانا لون احمر غذائي، لون بودرة، وفي الوان سايله. يفضل نجيب الالوان السايله يعني احسن من البودره، بس للاسف انا ما لقيتش، فاضطريت ان انا اجيب من ده، بس جبت كميه بسيطه يعني ب5 جنيه بس. نضيف رشه صغيره جدا من اللون، هنضرب ونشوف اذا هيحتاج تاني ولا لا. ضفنا النشا، هنضيف الدقيق، ضربنا بقى الخليط بالشكل ده. نضيف له بقى كده شرايح زيتون، ضفناها كلها في الخلاط واحنا بنفضي اللانشون. الزيتون كله بينزل تحت، فضفنا كام قطعة بس كده ونفضي، وبعدين نضيف واحدة بواحدة كده في الكيس بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المية بتغلي على النار، انا بسويه على البخار عشان يبقى صحي. كده كل الزيتون نزل. نبتدي بقى كده في الاخر نضيف كده واحدة بواحدة. الزيتون حلو جدا. كده اللانشون معانا بالشكل ده.
هنرفعه بقى على النار. المية بتغلي على النار بالشكل ده، ونضيف اللانشون بتاعنا. حطيته في قلب كيس تاني بحيث زيادة امان يعني. ونسيبه بقى بيستوي كده على البخار لمدة ساعة، ونشوف ان شاء الله بعدين بيستوي. اللانشون بقى معانا بالشكل ده بعد ما شيلناه من على النار، بنسيبه يبرد تماما وبعدين بنقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بالشكل ده حلو جدا. ترصوا بقى كده في اطباق في التلاجة، تشيل واحد في التلاجة وواحد في الفريزر. بين كل طبقة والتانية كيس بلاستيك، بحيث ان احنا لما نيجي نطلعها من الفريزر هناخد منه مثلا طبقة كده على قد الفطار وندخله على طول. نقطعه بقى كله بالشكل ده. شوف الجمال، حاجة كده عاملينها في البيت لولادنا، من سندوتشات المدارس، افطار وعشاء حلوة جدا. بنقطعه بقى قطع رقيقة زي ما بنشتريه بالظبط. اهم حاجة نسيبه يبرد تماما بحيث ان احنا يبقى سهل نقطعه. نغطيها بكيس بالشكل ده، كيس تلاجة. او منديل مطبخ، بس اللي هنخليه على الرف ولا هنضيف منديل مطبخ بين الطبقات، لكن اللي في الفريزر يبقى معانا بالشكل ده. جربوا بقى اللانشون الاقتصادي بالزيتون، حلو جدا جدا. تابعونا على صفحتنا على اليوتيوب نشوف عملنا ازاي، والسلام عليكم.